قد يكون هناك بعض المعتقدات اللي بتساعد على زيادة الإدمان الجنسي أو نشوء الإدمان الجنسي لدى مدمن الجنس. مثلا يقول أنا شخص سيء، غير محبوب، مفيش مميزات، مش ممكن حد يحبني، فالصورة الذاتية شوية فيها مشكلة، شايف نفسي بنظر لها بدونية، مش بشجعها، مش بحتويها، مش بدعمها، علاقتي بنفسي غير حافزية أساسا، فبنخرط في سلوك إدماني واستسهل ده لأن مش عارف أساعد نفسي. برضه يقول أنا لا أستطيع الاعتماد على أحد، محدش يقدر يسدد احتياجي، محدش يقدر يساعدني، ده مش موجود في الحياة. يعتقد أن الحياة تخلو ممن يمكن أن يساعدها، ويعتقد أيضا أن أعمق احتياج لي في الحياة والوجود هو الجنس. لا، أنا محتاج الحب، ولكنه يجنسل ويتحول إلى ممارسات أو علاقات أو إدمانات جنسية. المعتقدات دي قد تنشأ من الإهمال في الطفولة، فتهيئ الإنسان أن يبقى في المستقبل مدمن جنسي. ناخد بالنا من الرعاية النفسية والوجدانية لأولادنا، وحبهم وتقديرهم وتشجيعهم، وعدم الإساءة والانتهاك والضرب والإهانات، لأنه كده أنا بهيئه أن يبقى مادة خام خصبة جاهز للانخراط في أي سلوك إدماني لما يكبر. كمان بتخلي الإنسان مع أول تلامس لنشوة ينخرط فيها ويعتبرها الملجأ الآمن ليه، ويهمل حياته، لأنه هو لو رجع ما عندوش غير رصيد من الآلام النفسية، هو مش عايز يرجع لده. الإنسان لما يبقى عنده خبرات ومهارات وعلاقات جيدة، اختبر نشوة معينة وعنده لذة الحب ولذة التشجيع ولذة الإنجاز ولذة الإحساس بالاهتمام والتقدير وأحاسيس جميلة وعلاقات جميلة، فحتى لو اختبر نشوة في حتة معينة عنده فرح وعنده أحاسيس جميلة في حتة تانية، مش محتاج ينخرط أو يغرق أو يدفن في السلوك الإدماني. في آثار نفسية بتترتب على السلوك الإدماني أو الإدمان الجنسي، زي الإنكار للهروب من الألم النفسي، فصل الوعي اللي هو التخدير أو الخدر النفسي، أو الخوف والأحلام المزعجة. في آثار طويلة المدى، الاكتئاب، شعور باليأس، احتقار الذات، كراهية والعدوانية، الشك والقلق، شعور بالعار، وقد يكون هناك اضطرابات شخصية أو أمراض نفسية أيضا نتيجة الإفراط في السلوك الإدماني وطول المدة. ربنا هو اللي يدينا قوة التعافي، له كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى الأبد، آمين.